طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية. خلينا نرحب بدكتور طارق سليمان، دكتور خاص بمنتخبنا الأولمبي، والحقيقة اللي كان يعني كنا نتمنى طبعا تحقيق ميدالية مع في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، لكن قدر الله ما شاء فعل. المركز الرابع، وكان يعني جهد يعني طبعا مبذول كان موجود من البعثة كلها، لكن الحمد لله ده اللي حصل في الأولمبياد. خلينا نرحب بدكتور طارق. دكتور طارق، تحياتي لحضرتك يا دكتور. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا منور. بحضرتك، الله احنا لاعبي يخليك. الكورة برضه، بعيد عن ان انت دكتور، فاحنا لاعبي الكورة الحمد لله هنتكلم فنيات الحمد برضه. لله. وكنت بتاع يعني انا كنت ببقى يعني ضدكم ايام انت كنت بتلعب انا عارف يا دكتور. كتير في المباريات مع بعض يعني. فهنتكلم فني برضه، ما فيش حاجه اسمها يعني طب تحت بس. امرك تحت امرك، مفيش تنور يا مشكله، دكتور. تحت امرك. طيب خليني بس راي حضرتك، او يعني من وجهه نظرك تجربه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، تقييمك ليها ايه؟ والله بص، انا تقييمي ليها تجربه كويسه جدا. مم. ويعتبر ده حاجه يعني شبه انجاز، مم. وكان هيبقى انجاز يعني. مم. لكن هو يعتبر انجاز انك مم. تخش مربع ذهبي مم. ما بين فرق كبيره زي اللي كانت موجوده في الاولمبياد. تمام. افضل فرق في العالم، معدل اعداد قوي جدا، مم. موجود معاها لعيبه فوق السن محترفه. كل الفرق اللي موجوده يعني بلا استثناء هتكون معظمهم محترفين مم. بره. مم. فده في حد ذاته انك تاخد مركز رابع، مم. ويبقى في ظروف معينه انها طيب هقف تمنعك. في الحته دي. هل انجاز عشان المركز اللي احنا رحنا له، ولا انجاز عشان كان متوقع غير كده بناء على شكل الكوره والمنتخب واعداده ما قبل البطوله، وكلامكم مع بعض يعني؟ بس هو يعتبر انجاز، زي ما قلت لحضرتك، في ظل الفرق القويه اللي احنا كنا مم. بنقابلها. تمام. وبيقابلوا ان انت برضو اللعيبه بتاعتك ما خدتش الكفايه من الاعداد مم. زي الفرق التانية. مم. بمعنى الدوري بتاعك كان لسه مستمر، احنا واخدين اللعيبه، يعني كان اللعيبه مجهده جايه لنا من المباريات بتاعتها. مم. انت عارف ان هم دلوقتي كانوا بيعملوا بيقللوا عدد الايام بين كل مباراه ومباراه، مظبوط اه. فعشان يخلص الدوري بدري. كل ده عمل اجهاد لكل اللعيبه مم. اللي موجوده بتاعتنا، بما فيها طبعا زيزو كان في الزمالك. مم. لكن الموضوع ما والنني ما انطبقش كانش على بيلعب. النني، عشان النني ما كانش ايه، ما اه. كانش فيه حمل عليه مم. زي زيزو يعني. مم. ويمكن ده الفرق اللي حصل في المباريات. يعني مم. انت لو تاخد بالك، نني بقى له فتره ما بيلعبش، وبرغم ذلك ما تعرضش لاصابات زي ايه، زي زيزو. ده يبين لك المشكله اللي كانت موجوده. لعيبه جايه اساسا مجهده، مم. مجهده من الدوري، مم. وانت خدتها عشان تعمل اندماج. خدتها حوالي 5 ايام هنا قبل في مصر، ورحت عملت اسبوع معسكر تخلله مباراتين، ومباراتين قويين جدا. مم. انك بتلاعب فريق زي اوكرانيا، وفريق زي زي العراق. العراق، مم. برضو بيلعبوا في الاولمبياد، مم. وبيلعبوا بكامل قوتهم. ماتشين يعتبروا زي الماتشات اللي انت الرسميه اللي رسميا انت اه. كنت بتلعبها. مم. فكل ده يعتبر يعني حمل على لعيبه مش جاهزه للحمل العالي ده. مم. طيب هي الناس شايفين المنتخب الاولمبي وكان متوسمين خير جدا، ولكن الاحوال الخاصه بالفرقه ان عندك اغلب اللعيبه ما بيلعبوش مع الفرق بتاعتهم في الممتاز، مع ايوه، الفرق الكبيره، وبالتالي الاعداد بالنسبه لهم. احنا شفنا ان في بعض من الاوقات في الاجنده الدوليه المنتخب ما لعبش مباريات. ايوه. يعني اكيد حضرتك جوه تمام. المطبخ، يعني الراجل كان بيطلب وما بيتحققلوش الحاجه دي، ولا الامور بالنسبه لفكره؟ هل قالك لا انا مش عايز مباريات؟ لا، هو كان بيطلب مباريات، بس امال. يعني انا عشان ابقى صريح، جه الطلب جال لهم مباراتين للارجنتين. تمام. والمباراتين الارجنتين دول كانوا صعب، ان هو ما كانش هيستفاد بيهم. ليه؟ هقول لما تلعب لحضرتك، الارجنتين مش انت هتستفاد هتلاعبها معقوله؟ ليه؟ هو جالك انت هتروح تلعب مباراتين، مم. هتسافر حوالي 22 ساعه رايح مم. و22 ساعه جاي، مم. وفي 6 ايام. مم. ادي انت يومين سفر بس، وبعدين هتلعب مباراه، وبعدين بعديها مباراه. ناهيك عن اللي طبعا انت عارف احنا كرياضيين في حاجه اسمها الجيت لاج. مم. الجيت لاج دي اللي هي ما بتسافر فتره طويله في الطيران، وبتروح بلد مختلفه في التوقيت. مم. الساعه البيولوجيه بتاعتها مختلفه، مم. يعني انت بتبقى هنا بالنهار وهي بتبقى بالليل. مم. عشان انت تظبط فيه هرمونات في الجسم، بالذات هرمون اسمه الميلاتونين ده.
بيتلخبط لما تسافر ولازم تنام عدد ساعات معين وتتعرض للشمس كميه معينه وتاخد حبوب. يعني الموضوع الماتشين انا في رايي ما كانوش هينفعوا. رجع لك في حاجه زي كده ده؟ الحقيقه يعني رجع لك. وانا كنت معترض من الناس اللي هي كانت معترضه على ماتشين الارجنتين. حتى لو هتلعب الارجنتين بقوته فالاستفاده هتكون كبيره. ما كانتش هتبقى استفاده. ما كانتش بالعكس، استفاده. لان انت هتسافر بالتعب وتغيير جو وحاجات من دي وسفر طويل. هتروح هناك مش هتستفاد لان بتبقى غير مجهد. وممكن برضه طب ما حصلش الاستبدال للمنتخب الارجنتيني بماتشات؟ معلش دي بقى طبعا ايه على حسب، لان خلي بالك ممكن تكون كان كل الفرق مسكنت والماتشات بتاعتها اتحطت، فممكن تكون دي حاجات خارجه عن اراده الاتحاد او اراده الراجل المدرب يعني. طيب بعد كده برضو كان او قبل كده كان في برضو معسكرات وما تلعبش ماتشات بالنسبه للمنتخب الاولمبي؟ هو يعني لا يعني بعد كده احنا ما كانش فيه قبلها انا على حسب ما اتذكر. لا يعني رحنا بطولات، رحنا بطولتين وديتين. واحده كانت في السعوديه وواحده كانت في الامارات، وكانوا برضو يعني فيهم فايده، يعني يعتبروا كانوا فيهم ايه، كانوا فيهم فايده بالنسبه للعيبه يعني. بس انت بتلعب مع كاتيجوري تاني خالص غير اللي انت كنت رايح، غير اللي انت رايح له. انت كنت عايز صراحه محتاج اوروبا، محتاج دوره في اوروبا، محتاج كام ماتش اوروبي ورا بعض تاخدهم قبل ما تيجي ترجع للانديه وتاخد الراحه بتاعتك وبعدين ترجع تستعد الاستعداد النهائي للاولمبياد. طيب هناك في وقت كده بالنسبه ما قبل السفر استدعاء لبعض اللاعبين. انا ما اعرفش طبعا، احنا ممكن نكون بره المطبخ برضه. أيوة. هناك بعض اللاعبين تم استدعائهم او طلبهم ان هم يكونوا موجودين من الثلاثه الكبار. وانا حسيت ان الراجل عنده كذا بلان، يعني ده لو ما جاش ده هيجي، ده لو ما جاش ده هيجي. تمام. ولكن برضو عشان من ضمن الحاجه اللي انا لاحظتها ان كان في تاخير. يعني انا كان محمود حرب كان بيخش معايا دايما ايه الاخبار، هتختاروا مين، يقول لي لسه. مين بعد اسبوع، مين لسه. فانا كان وجهه نظري ان في تاخير كان حصل خلى ان بعض الانديه تقول لك لا انا موقفي ان انا اللعيبه بتاعتي تعبت او تعبانه او انا مش عايزه تسافر او تروح، فخلاص بقى ده موقف. انا هقول لحضرتك حاجه، هو يعني عشان نبقى صراحه يعني الراجل نمره واحد كان عايز محمد صلاح. تمام، خلاص كلنا عايزين صلاح بالظبط. وكلنا طبعا كنا عايزينه. وكان حته ان محمد صلاح او يجي دي كانت مبهمه، يعني بمعنى ايه، ممكن يجي وممكن ما يجيش. عشان كده حصل ايه التاخير. وكان في اتفاق تقريبا مع تريزيجيه ان هو يجي. طب قبل ما نروح لتريزيجيه اتفاق، انتوا كلمتوا صلاح؟ اكيد كلموا صلاح، اكيد. كان موافق؟ انا كان موافق؟ اللي كان في مناقشات مع صلاح طبعا. كان موافق اكيد. ما اعرفش، هو ما اعرفش ان كان موافق ولا لا. بس هو رغبة اللاعب كان في محاولات اللي فاتت. ما اعرفش، هو كان في محاولات ان هو يجي، لكن اعتقد ممكن النادي يكون بتاعه ما كانش موافق. النادي وافق الاولمبياد اللي فاتت، ليه اللي مش هيخليه يوافق الاولمبياد دي؟ ما هو ما وافقش الاولمبياد اللي فات، هو صلاح ما لعبش الاولمبياد اللي فات. لا كان موجود في اولمبياد. لا كان موجود في اولمبياد 2012. يعني انا بتكلم بس كان يعني كانش لسه محمد صلاح اللي هو دلوقتي. انت قصدك عشان اسم النادي نفسه طبعا فرق مع صلاح. نادي ليفربول بيعتمد عليه كلاعب كبير. يعني صلاح من اللعيبه الكبار في ليفربول دلوقتي. او يمكن احسن لعيب او نمره واحد عندهم. مظبوط. فلما تيجي تفكر انك تسيبه او ما تسيبوش، هم بيعيدوا حسابات كتير قوي. تمام. ده بالنسبه للنادي. كذلك اللي حصل مع تريزيجيه. مع تريزيجيه يعني احنا كنا نسمع ان هو كان موافق وكان مرحب وهو كان نفسه عايز يجي. النادي بتاعه ما وافقش. ده حصل صحيح. وجينا موضوع مصطفى محمد واصابته. هو مصطفى محمد كان محطوط اساسي تمام في الثلاثه وكان موافق. لكن جه موضوع الاصابه. وفي ظل الاصابه دي بتاعته النادي بتاعه برضه ما وافقش. يعني هو لان طبعا ما كانش هيلحق او ممكن هيبقى فت مع بدايه الاولمبياد في ظل الاصابه. فانت برضو كان في حاجات معينه هي اللي اخرت زي ما حضرتك بتقول. كان في تاخير. نيجي بقى لموضوع الانديه. ما هو الانديه برضو هو الراجل كان بيحاول والاتحاد كان بيحاول والوزير كان بيحاول.
لكن المحاولات ما اتتش بنجاح بالنسبه للعيبه معينه. انت قصدك النادي الاهلي واللعيبه النادي اللي الاهلي طلعوا. وبيراميدز. بيراميدز كان فيه لعيبه برضو ما جاتش. طبعا كان زي في مين؟ لعيب، يعني مثلا ايه بدايل، يعني كان مين؟ في احمد سامي مثلا محطوط مم. كمدافع ان هو يبقى مثلا بديل في حاله ان بيراميدز ما وافقش. ما وافقش، ومحمد عبد المنعم الاهلي ما وافقش. فانت طبعا بقيت بس هو الكلام كان على عبد المنعم بس وامام عاشور. لا كان في بدايل، ما كان في بدايل يعني عبد المنعم وامام بس عاشور يمكن عشان الاهلي فاتخذت طب الضجه في وكان في الحته دي. كلام على ياسر ابراهيم، ما هو ياسر ابراهيم الاهلي ما وافقش. وياسر مظبوط. فاذا كان في حاجات حصلت ايه يعني حطت الراجل طب تحت هل ضغط. والاهلي بيقول لك لا انا مش هبعت عبد المنعم، كان في اسباب اتقالت للاتحاد الكوره او اتقالت لا بص التفاصيل دي الحقيقه مش عندي عشان بس ابقى صريح معاك، لان انا عبد طبعا المنعم مثلا واضح ان هو كان بيريحوه، مش عايزينه يلعب حتى في الدوري يعني، ما هو خصوصا ما بعد ما الدوري تم حسمه يعني. هي طبعا ترجع للانديه بصراحه، يعني احنا بترجع للانديه. والراجل طبعا كان محطوط في حته مش مظبوطه، يعني هو مش قادر لدرجه ان هو جه في فتره بهدد بانه يمشي. انا سمعت ان كان قبل البطوله نفسها كان عايز يقدم استقالته. بالظبط، ما هو يعني معالي الوزير راح له. بالظبط. ده فطبعا حصل فعلا. دي حقيقه يعني. دي حقيقه طبعا انك تتحط في موقف زي دوت. فانا بقول يعني ايه انك توصل، عشان انت سالتني في السؤال ده، انك توصل لمركز رابع في ظل الظروف دي وفي ظل بطوله كبيره زي دي. ما تنساش ان انت عملت مباريات هايله. انت عملت انت كسبت اسبانيا اللي كسبت البطوله، كسبت باراجواي، كسبت اوزبكستان. على فكره اوزبكستان فرقه مش سهله خالص، فرقه تقيله. وبعدين لعبت فرنسا 130 دقيقه يعني وباراجواي قبليها 130 دقيقه. لا المنتخب الاولمبي عمل حاجه، عمل حاجه. معلش احنا ننسى المباراه الاخرانيه. بص معلش انا اقدر انساها، ما عنديش مشكله، ماشي. لكن انا ممكن اتغلب بواحد اتنين يا دكتور، ما عنديش مشكله، وخصوصا انت بتلعب مباراه نهائيه، فالحاله الفنيه بتاعتك والتجهيز النفسيه بالنسبه لك انت هتاخد بطوله، ده تعتبر بطوله. بص يا كابتن محمد، فكنت تروح لمنطقه انك تتغلب واحد مقبوله، اتنين مقبوله. بص انا هقول لك خصوصا انت عارف برضو المنافسه ما بين مصر والمغرب وتونس والجزائر ودول شمال افريقيا يعني. بص المدربين الاجانب، اشتغلت مع مدربين اجانب كتير. تمام يا دكتور. المدرب الاجنبي احيانا لما بيتغلب واحد او اتنين في بدايه المباراه بيبقى فكره انه هيعوض، انه ايه هيعوض. مفيش مدرب، وبالذات ان الراجل ده كان كل همه وكان بيوعد الناس ان هو راح يجيب